المنظر ده خلى الكل يدخل في حالة ارتباك وخوف شديد ومفاجئ، ومن غير ما حتى يفكروا في اللي قدامهم أو يستوعبوا حجم الموقف، آلاف السيوف الحادة بدأت تطير في الهواء بسرعة كبيرة. لكن قدام الكائن الضخم ده السيوف ما عملتش أي تأثير يذكر. لحسن الحظ جاك صرخ بسرعة وبصوت عالي جدا، ومع ترديد عدد ضخم من الجنود للنصوص المقدسة بشكل منظم، الكائن العملاق اختفى في لحظة وكأنه لم يكن موجودا. لكن بعدها حصل شيء أكثر رعبا وغير متوقع تماما. فجأة ظهر عدد كبير من الأشخاص لابسين أسود واندفعوا بسرعة في كل الاتجاهات. الجنود ما قدروش يسيطروا على الموقف إطلاقا، واتضح إن نينا كانت هي اللي بتدير كل حاجة من البداية وبشكل سري. وفي محاولتها للسيطرة على طاقة التنين في عهد أسرة تانغ، كانت رابطاه بإحكام في عمود ضخم جدا. لكن بعد كده حصل شيء غير متوقع تماما. صاعقة برق قوية نزلت على التنين وفكت القيود اللي كانت عليه بسهولة. التنين فتح عينه فجأة وبقوة، وبعد ما صحى أطلق دفعة ضخمة من اللهب في كل مكان حواليه. ودلوقتي جه دور الست إنها تواجه نتيجة أفعالها بنفسها.